استوقفني ان في قضيه رشوه النهارده تم ضبطها في مديريه الشباب والرياضه بمحافظه دمياط. توضيح اكتر معايا الناقد الرياضي الاستاذ محمد العسيلي. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور. استاذ محمد، حقيقه قضيه الرشوه التي ضبطت داخل مديريه الشباب والرياضه بمحافظه دمياط. هو في الحقيقه يا دكتور ايهاب طبعا الخبر جاء في الاول من بلاغ تم الابلاغ منه عن طريق بعض من داخل المديريه، اشخاص من داخل المديريه. تمام. فطبعا بالضبط البلاغ طلع من الرقابه الاداريه بدمياط، طلعوا عملوا تحقيقات والبحث. تمام. فثبتت قضيه رشوه من اللي هي عن الصاله المغطاه في راس البر. اثبت ثبوت، يعني ثبت في المحاضر ان في اختلاس في فلوس من خلال القواضي، لان كان طبعا كان في قرار نزل من سنتين في مديريه الشباب والرياضه، تم 38 مليون جنيه باستصلاح المنشآت الرياضيه في دمياط. وطبعا ما حصلش اي كلام. جاء من حوالي شهرين جم على اساس ان هم يعملوا الانشاءات الرياضيه في دمياط على استاد دمياط، زي ما حضرتك انه الناس كلها شايفه استاد دمياط عامل ازاي، لا يصلح انه يتلعب فيه كوره. اصبح ان المنشآت الرياضيه يعني في دمياط مش موجود، ما فيش حاجه اسمها منشآت رياضيه. فلما البلاغ اتضح راح طلعت قوه من الرقابه الاداريه. تمام. فطبعا طلعت هناك وتحققوا بالبلاغ من هيئه الشباب والرياضه. مين المتهم فيها يا محمد؟ المتهم فيها الاستاذ محمد نصر. بدون ذكر اسماء، قول لي الصفات الوظيفيه، بلاش ذكر اسماء. هو مدير الشباب والرياضه والمعاونين للشباب والرياضه. المدير نفسه. اتحولت للنيابه ولا لسه في تحقيق؟ هو لسه الامر في التحقيق، لان لسه في تحقيقات، لان اتضح بعد كده ان المبالغ ما تمش الصرف ليها، وغالبا زي ما نقول انها اتحولت للشخصيه. يعني دلوقتي هي موجوده في محضر رسمي في البوليس ولا اتحولت الى النيابه والقضاء؟ هي لحد الان اتعرض المتهمين على النيابه. اتعرض النهارده على النيابه اللي تولى بيها الاستاذ محمود عادل وكيل النيابه. تمام. فطبعا طلع هو معاونيه مع رجال فرع الرقابه الاداريه بدمياط مع العقيد ايمن رمضان والمقدمين الاستاذ محمد سعد. تمام. يعني القضيه الان امام وكيل النيابه. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد العسيلي. يعني خبر ما كنتش اتمنى لو يكون موجود، وخلاص بقى يعني نبدا عصر جديد، نفسنا الناس كلها تكون تاخد بالها من اللي بيحصل. اشكرك كابتن حسام الساقي المدير الفني لنادي